ورحمة الله تعالى وبركاته. البداية بالعناوين. بن سبعين رابع لاعب يغادر تربص الخضر. اضطراب جوي ثلوج وأمطار غدا الثلاثاء. مجلس الوزراء إلى الأهمية القصوى لهذه الولايات في مجال التنمية. هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم. غادر المدافع رامي بن سبعين رسميا تربص الخضر الجاري حاليا في إطار الدورة الدولية الودية فيفا سيريا 2024 المتواصلة فعاليتها بالجزائر 22 إلى 26 مارس 2024. وكشفت الفاف بأن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش منح مساء أمس الأحد الضوء الأخضر لبن سبحيني لمغادرة تربص المنتخب الوطني بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة. تتوقع مصالح الأرصاد الجوية دخول اضطراب جوي محمل بتساقط ثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 1000 متر وأمطار رعدية غدا الثلاثاء. وحسب المصالح نفسها ستشهد المناطق الشمالية من الوطن تساقط أمطار رعدية مع تسجيل هبوب رياح تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة. كما سيتم تسجيل تساقط ثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 1000 متر خلال مساء يوم غد الثلاثاء. نشرت رئاسة الجمهورية نتائج ومخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، أين أمر رئيس الجمهورية بإيلاء الأهمية القصوى لولاية الجلفة وخنشلات سمسيلة تندوف في مجال التنمية. كما أمر رئيس الجمهورية برفع عدد السكنات الريفية المخصصة لولاية سمسيلة من 3000 إلى 15,000 وحدة سكنية. ونشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اليوم الأحد أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق. وجاء في صفحة الوزارة على الفيسبوك عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك ليوم أحد 24 مارس 2024. وتضمنت الأسعار الخضر والفواكه الطازجة وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر وكذا معدل الأسعار. وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 70 دينار للكيلوغرام الواحد، والطماطم 101 دينار، والبصل 81 دينار، فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 433 دينار، والتمر 582 دينار، والبرتقال 136 دينار، والموز 376 دينار، فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1682 دينار للكيلوغرام الواحد، والدجاج 495 دينار، والبيض 19 دينار. لمزيد من الأخبار نواتيكم بها تابعونا.